السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتنا قصص مغربية حقيقية. قصتنا اليوم غريبة بزاف، بطلها مول تاكسي. نخليكم مع التفاصيل ديال الجزء الأول. أنا هادشي اللي وقع ليا كان سبب في الصمت ديالي مدة ديال سنة ونصف. ما كندويش غير كنبتسم وكندوي بالإشارة، وأنا متبع حصص عن طبيب نفساني. من بعد من وقعت ليا هاد الصدمة، وإلا كذبت عليكم فيها ربي يحاسبني. في عمري 38 سنة، شيفر ديال طاكسي بياض، أب دابا، وعندي بنية ووليد. هادشي اللي غادي نعاود لكم وقع ليا في العطاوية في طريق دمنات. دابا واحد 5 سنين هادي، غادي بواحد العائلة تلاقيت بها بحدا المحطة طرقية ديال ولاد زيان. طلبوني ورغبوني نوصلهم في الوقت اللي أنا راجع في حالي للدار. بانوا ليا ناس معقولين ومتقلين، وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعة كاملين دارين إضراب. راه الناس ولاد درب كبير وعين البرجة غادي يعرفوا هادشي. ما علينا، تفاهمت معاهم على الخلاص، هزيتهم، شدينا الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل. غادي وكندوي مع الاب ديالهم بارك قدامي والمدام ديالو وبناتو اللور. الطريق كامله وانا كندوي معاهم قشبين وناشطين. واحد الوقيته وصلنا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح. قال لي السيد وقف هنا الله يخليك، نعطي واحد الامانه الوالد ديالي كيسكن هنا بالزربه، غير واحد ربع ساعه الله يجازيك بالخير. انا على نيتي قلت ليه خذ راحتك، غير ما تعطلش عليا عافاك. صافي بقيت مع مرتو وبناتو في الطاكسي، زدت شويه في الصوت الراديو، بديت كنسمع شويه ديال القران، ومره كنشوف روتروفيزور، كنشوف شكون جاي مورايا، وكنشوف مرتو وبناتو سقلو غير بنص عين من بعد ما كانوا محيحين وناشطين. قلت لهم الوليد ديالو عايش مع خوتو هنا ولا غير بوحدو؟ ما جاوبونيش. عاود نقصت من الراديو وسولتهم، قالت لي لا واش الوليد ديالو عايش غير بوحدو هنايا؟ ولكن هاد المره تلفت عندهم، ما جاوبونيش، ولقيتهم كيشوفوا فيا كاملين واحد الشوفه ماضيه، وانا ندير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهمت والو. صافي جبت قرعه الماء بديت كنشرب، وهي تقول لي بنتهم بابا ما غاديش يرجع، غير كذب عليك، ثقوا بيا. فسمعتها، والطريقه باش قالتها بديك الثقه وهي صغيره فيهم، واللي زاد خوفني هو كلشي بقى ساكت. قلت لها كيفاش علاش وانا نضحك ديك الضحكه تاني. فاش شفت في الروتروفيزور كيبان لي البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه، والكبيره على اليسار، والام في اليمين، وكتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. صافي تما بديت كنتخربق وخدم لي راسي، انا مروم الطاكسي للبيست وحاضي والظلام والخلا والقفار. بديت كندير راسي كنغني بشويه بحال ما مسوقش ليهم حتى يجي باباهم، وما بقيتش قادر نشوف مورايا. بكل صراحه شويه شفت المكانه، لقيت السيد تعطل بزاف، يلا غادي ننزل نشوف واش جاي. كنحس بشي واحد كينغز فيا في ظهري. فاش تلفت وهي تدفل عليا ديك السيده في وجهي وكتغوت بجهد، سير عطينا اتساع، اشنو بغيتي ادنا، عجبك الحال دابا؟ وانا ديك الساعه مشى ليا الشوف شي 50 ثانيه وجاتني بخال الدوخه. فاش رجعت للوعي حليت الباب بالجهد باش نجرهم كاملين نخرجهم ونهرب في حالي. فاش حليت الباب ما لقيت حتى واحد في الطاكسي. اخوتي وربي شاهد على هاد الهضره، فشلت وطحت على ركابي وكنبكي. ديماري الطاكسي تلفت على الطريق، غير بغيت نهرب ديك الساعه ونبعد، وغادي بواحد السرعه خياليه حتى بانت ليا الطريق شديتها وبقيت غادي، واخا ما عارفش وما بانتش ليا حتى بلاكا. شويه كيبان ليا واحد الباراج وانا فرح شويه. عاودت ليهم وسولتهم فين دابا انا، قالوا لي في الجواله. المهم قالوا لي ما تخافش والو، وانا ديك الساعه حاشاكم سروالي بلت فيه بالخلعه وراجع، وما كنشوفش الروتروفيزور، ومخدم الراديو على الجهد باش نتلف. وصلت لكازا، دخلت وكنقول الحمد لله انا ولد شامب دو تيغ. بلاصي الطاكسي سلمت على العساس، قال لي مال حوايجك مقطعين. انا كعما شفتهم ولا حسيت بهم، قلت الصباح ونعاود لك. قال لي ياك الباس هي تجيني البكيه تاني، يلاه قال لي برك وعاود ليا. وانا نشوف هذيك العائله خوتي دايزين من الشارع وكيشيروا بيديهم جهتي. حليت عيني لقيت راسي في السبيطار ديال محمد الخامس، ودايرين بيا امي وبا وخويا الكبير. من تما وانا مريض ومتبع عن طبيب نفساني من بعد ما درت الرقيه وكل شيء. سمحوا لي طولت بزاف، ولكن باش تعرفوا شنو داز عليا، والحمد لله على كل حال. النهايه